مصر اللي علمت الوجود الانتماء، مصر اللي حضنت كل رسالات السماء، مصر اللي عرفت سكة التوحيد من أول التاريخ والماضي البعيد. مصر العباد الطيبين، مصر النصارى والمسلمين، مصر العباد الطيبين، مصر النصارى والمسلمين. زميلاتي الأعزاء، مدرساتي الأفاضل الأجلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام من الله عليكم مع كل صلاة نصلي فيها ومع كل ماء يسقي الأزهار والأشجار، سلاما برائحة المسك والياسمين، فسلام الله هو الشيء الغالي الذي نهديه لكم في كل صباح إلى يوم الدين. ويسعدنا اليوم أن نقدم إليكم إذاعتنا المدرسية بعنوان حب مصر مع آيات القرآن الكريم والطالبة إيمان زغلول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. صدق الله العظيم. إن كل محادثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فمع الحديث الشريف والطالبة عبير محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا بها جندا كثير فذلك الجند خير أجناد الأرض. والآن مع حكمة الصباح والطالبة شروق واحد. حيث تكون الحرية يكون الوطن. من وضع قلبه عند ربه سكن واستراح من أرسله في الناس اضطرب واشتد به القلب. عندما ما يكون الوطن في خطر فكل أبنائه جنود. إننا ننتمي إلى أقوامنا مثلما ننتمي إلى أمهاتنا. نذهب الآن إلى فقرة المعلومات ومع هل تعلم الطالبة أسماء المواد. هل تعلم أن مصر الدولة الوحيدة التي ذكرت في الديانات السماوية الثلاثة؟ هل تعلم أن مصر الدولة الوحيدة التي حافظت على استمرار وبقاء اسمها دون تغيير على العصور؟ هل تعلم أن أول 3 طيارين تابعين للقوات الجوية المصرية هم عبد المنعم مجاوسي، أحمد عبد الرازق، فؤاد عبد الحميد حجاج؟ هل تعلم أن أول خط طيران منتظم لشركة مصر للطيران كان بين القاهرة والإسكندرية ويبدأ في يوليو 1935، وأول خط دولي كان بين القاهرة وفلسطين وبدأ في 15 فبراير 1934. والآن ومع الكلمة في حب الوطن والانتماء إليه ومع أبلة سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. زملائي الأعزاء، طالباتي الكرام، الوطن كلمة صغيرة تحمل من المعاني الكثير، فهي كلمة فخر واعتزاز، وهي الهوية التي يحملها المواطن وهو مرفوع الرأس، ولا يشعر بها إلا كل إنسان محب ومخلص لوطنه. فحب الوطن ليست كلمة تقال أو شعر نتغنى به، بل هو عمل وفعل نعمل به، فيجب أن نحافظ على جماله ونزيد من روعته. فالوطن أغلى من روحنا، ويجب أن ندافع عنه لآخر قطرة دم في أنفسنا وآخر يوم في العمر. فيجب علينا أن نعمل على رقي الوطن وتقدمه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا بنا الآن نستمع لشارك في حب مصرنا العزيز والطالبة رغدة أسامة. وطني يجاذبني الهوى في مهجتي، هو جنتي، هو مرقعي، هو مسرحي.
آوي إليه وملء عيني غفوة، هو من أحلق فوقه بجوانحي ما لا رأت عين ولا سمعت به، فيه الحواري والملائك تستحي، أعنابه من كل دانية دنا، عسل يداوي كل جرح مقرح. في غربتي أحببت فيه أحبتي، كل يسبح والحبيب بمذبحي، تسبيحه يعلو بروحي في السماء، وذكره مسج الهوى بجوارحي. إني غريب لا أبالي من أنا، وأنايا قد زادت بي في مطرحي. يا جنة الفردوس كوني موطنا، حقا لكل موحد أو مفلس. وفي ختام الإذاعة المدرسية لهذا اليوم نسأل الله أن نكون قد وفقنا فيما قد قدمناه لكم، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كانت معكم مقدمة البرنامج نسيم محمد مع إشراف أسرة الصحافة المدرسية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.